يا جماعة حوارات اليوفنتوس وتدور بقت بجد عاملة زي حوارات الدوري المصري. يعني أنا حاسس مرة هفتح قناة اليوفي، فاهم، على يوم خالد الغندور وعمرو الدرديري وأسامة حسني وأحمد بلال، فاهم، قاعدين بيردوا على بعض وبيخصفوا جبهة. تدور في تصريح كارثي، وأنا مش عارف هو عايز يوصل لإيه يعني. هل تدور وصل له إنه خلاص هيستغنوا عنه، فهو طلع بيبرأ نفسه ومش فارق معايا إيه اللي هيحصل بعد كده؟ ليه بقى؟ عشان تدور طلع بيقول لك مش دي اللعيبه اللي انا طلبتها. دي كارثه. زي ما بقول لك، ده تصريح بيتقال من مدرب مستبيع، او خلاص انا كده او كده ماشي، فهلبس الجمهور مع الاداره. ليه بقى؟ تقول لي ليه؟ ما عادي ممكن بيأمن نفسه، بس ما فيش حاجه. اللعيبه دي يا باشا هتلعبها ازاي؟ اللي انت طالع بتسلمها وبتقول انا مش عايزها. ده تبقى كارثه لو هو عارف انه قاعد. ده تبقى كارثه لو هو ان كده انه فاكر ان هو بيعمل حاجه صح. اللعيبه اللي انت طالع بتقول الصفقات اللي جت دي انا ما كنتش عايزها اصلا. يعني انت هتبص اللعيبه دي في اوضه اللبس ازاي؟ هتبص اللعيبه في التمرين ازاي؟ هتاخد منها لعب ازاي؟ هتاخد منها ديديكيشن وتفاني في الملعب ازاي؟ ده هي اللعيبه اصلا مزمزقه. ده لعيبه كسر وبتتنك علينا. وفي مثال بقى كمان ضربوا، دي كارثه تانية يعني. توريك اللي انا كنت بقول لك عليه، ان الازمه في كله، في اللعيبه والاداره والمدرب، هي عامله قفله من كل ناحيه. بيتكلم على جواو ماريو ان انا اصلا ما كنتش عايزه، وكنت عايز البرتو كوستا يستنى. فانت شايف اصلا انت بتقارن ايه؟ يعني دي اللعيبه اللي انت طالع بقى انا كنت عايز لعيبه تانية على ايه؟ على بقاء البرتو كوستا. يعني عارف الناس اللي بيقول لك الجنازه ما اعرفش ايه والميت، انت بتتخانق على ايه؟ هو ماريو والبرتو كوستا ايه؟ انت شايف نوعيه اللعيبه اللي احنا بنتكلم عليها في اليوفي؟ شايف نوعيه اللعيبه اللي هتقوم عليها بقى خناقه دلوقتي كارثيه؟ في مدرب بيسلم لعيبته، لعيبه دلوقتي ممكن تتمرد على مدرب، ما انت ما عندكش اداره. يا باشا انت اللعيبه، انت ماكيني من سنتين كان بيتنك عليك في التجديد. انت تيموثي وايا وفلاهوفيتش كانوا بيطلعوا فاهم يشتموا في الاداره على تويتر. فانت اساسا بتتكلم في اداره ما فيش ضابط ولا رابط. فانت باللي انت بتعمله ده، انت اساسا اللعيبه اللي هي اصلا كسر ممكن تعمل عليك مؤامره، بس هي مش محتاجه تعمل مؤامره. يعني هو عادي هينزلوا يلعبوا بلعبهم. يعني هتلاقي كوب ماينرز وماكيني، فاهم، وكالولو واوبندا وجوناثان، الناس دي رجاله رجاله زي ما احنا هننزل نلعب لعبنا، فده كفيل ان هو يمشيه عادي. مش احنا مش محتاجين نغير حاجه. فكارثه والله العظيم. فانا مش عارف ايه اللي هيحصل الايام الجايه، لكن زي ما بقول لك، يا ريت يبقى ماشي. ده ساعتها اشفع للتصريح ده اكتر. وقول خلاص يا عم، قليل الاصل ما تمرش فيه العشره مع اليوفي وطلع بيسلم الدنيا، وممكن يبقى كومولي يستاهل والاداره تستاهل. لكن الكارثه لو تدور فاكر انه كده بيصلح موقف وبيحفز اللعيبه يعني.